السلام عليكم. أنا حسن عادل وهاي قناتي. اليوم راح أشرح لكم موضوع كلش انتشر بآخر فترة اللي هو الذكاء الاصطناعي. هواي تجي أسئلة على الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال هذا الذكاء الاصطناعي شلون عنده هيك قدرة؟ شنو الفرق بينه وبين جوجل؟ شنو هاي القدرة مالته على تحليل الصور؟ شنو هاي القدرة مالته على إنشاء أجوبة مثل ما احنا نريد؟ شنو هاي القدرة مالته على فهم المشاعر مالتنا؟ شنو هاي القدرة مالته على التعلم السريع، على تعلم كل الأشياء وبدون ما يتدخل به أي إنسان؟ شنو هذا الذكاء الاصطناعي؟ أما الذكاء الاصطناعي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تجميع 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 بعدين يطلع بملخص فريد. شلون تجي هاي الفكرة؟ على سبيل المثال هسه احنا نريد نعرف انه هذا الذكاء الاصطناعي شلون عنده هاي القدرة على سبيل المثال طيق صورة مال البزونة، شلون راح يعرف انه هاي بزونة؟ هاي ابسط شيء. احنا كعقل انسان شلون عرفنا انه هاي بزونة؟ خليني اجي وياكم من البداية. هسه انت لما تشوف هذا المخلوق عنده 4 رجلين، عنده شوارب، عنده شعر، شلون راح تعرف تفرق انه هاي بزونة؟ شايفها قبل مو وقايل لك هاي بزونة، شفته هواي من عندها وقايل لك هاي بزونة. الذكاء الاصطناعي حاله حال هذا الشيء، نعرض عليه بحدود المليون صورة بزونة وبكل صورة نقول له هاي بزونة. فلذلك هو لما راح نعرض عليه صورة بزونة جديدة راح نقول له راح يتنبأ يقول لك اوكي هاي بزونة، ونفس الشيء يمر على كل شيء. اوكي بس هاي خلصنا من هذه الفقرة. الشغلة الثانية بالذكاء الاصطناعي ان الذكاء الاصطناعي بشبكة عصبية حالها حال موجودة بالدماغ مال الانسان، لهذا السبب سموه ذكاء اصطناعي. هاي الشبكة العصبية لما تمر عليها مثلا نص، صورة، فيديو، هو يحاول يحللها بدقة ويعرف كل شيء عنها، وهاي كلها ما تستغرق ثواني. يعرف كل شيء عنها ويحللها بدقة، وعن طريق سؤالك أو عن طريق مطلبك عنده القدرة على إنشاء هذا الشيء أو إنشاء الجواب اللي أنت تريده. يعني هو عبارة عن ذاكرة، كل شيء قاعد يرجع على الذاكرة. الذاكرة ثم البحث، ذاكرة بحث إنشاء جواب، ذاكرة بحث إنشاء جواب. إحنا عارضين على الذكاء الاصطناعي، مو إحنا عارضين، إحنا صنعنا له آلية معرفة. يعني الذكاء الاصطناعي حاليا كل شيء يعرف. ليش؟ لأن هو اللي بحث. اوكي الفكرة شوي معقدة انه الذكاء الاصطناعي هو عنده القدرة على البحث وعلى عرض الصور وعلى معرفة ما هذه الصور وعلى عرض صورة أخرى، وأنه يتنبأ بأن هذه الصورة تشبه هذه الصورة اللي عرضتها سابقا. قالوا لي أنه هاي قطة، فلذلك هاي قطة. أوكي هاي قطة، خلينا نجي للتفاصيل. هسه هو عرف التايتل هاي قطة، خلينا نجي للتفاصيل مالتها. هاي القطة أنا ما باحث إنه هاي قطة، باحث على أنواع القطة أيضا. فلذلك هسه احنا خلينا نفرز هاي القطة من يا نوع. هاي القطة تشبه هاي الصورة اللي سميناها بقطة مثلا ما أعرف اسمها القطط، ايش كذب عليك ساني مسوي بحث على الذكاء الاصطناعي ما مسوي بحث على القطط. المهم ما أعرف اسمها القطط. فهل هذه القطة بهذا النوع أم هذا النوع؟ شنو التفاصيل اللي تعرف هذا النوع؟ ونفس الشيء لحد ما يوصل للجواب الحقيقي. اوكي اكو شغلة ثانية، انه الذكاء الاصطناعي جاي يتطور، جاي يوصل لمرحلة انه هو عنده القدرة على انشاء كتب، عنده القدرة على انشاء صور، عنده القدرة على انشاء فيديوهات ليس لها مثيل. هاي القدرة مالته منين اكتسبها؟ هاي المعرفة مالته العظيمة منين جابها؟ اوكي بس انا فهمنا هو شلون يعرف يفرق ويعرف يحكي لك بشكل نص. اما لما اقول له سوي لي صوره، سوي لي فيديو لكتاب، صفحات الكتاب من ورق، هو شلون قدر يتخيل ما لم نتخيله نحن؟ شلون؟ قلنا بالنص. هسه جواب على السؤال ليش سألنا لما قلنا بالنص انه هو شلون يقدر يسوي بالنص، وقلت لك انه هو عنده عقل، ذاكرة فقط. أهم شيء بالذكاء الاصطناعي هي ذاكرته. الذكاء الاصطناعي لما تقول له على سبيل المثال انشأ لي هذه الصورة، الذكاء الاصطناعي أنت لما راح تذكر له أشياء، يعني مثلا انشأ لي تليفون من ورق. أوكي انشأ لي، هو المطلب مالته خلينا نقسمه. خلينا نتصرف كذكاء اصطناعي. اعتبر هسه انه انا قاعد نحلل طريقة انشاء الفيديوهات او الصور عند الذكاء الاصطناعي. فأنا قاعد أقول له انشأ لي هاتف من ورق. تمام، المطلب مالته شغلتين، هاتف وورق. ما طلب مني خلفية، ما طلب مني أي شيء.
يعني انا لما اريد اسوي صوره لازم احط بيها خلفيه، فالخلفيه من اختياري. بالبدايه خلينا نجيب شاشه بيضة او ضبابيه او ما بيها اي لون كان، خلينا نجيب التليفون وخلينا نجيب الورق، خلينا نحاول ادمجهم، اسوي تليفون من ورق لان انا اعرف شكل الورق واعرف شكل التليفون، فلذلك عندي القدره على انشاء تليفون من ورق، لان اثنيناتهم انا حافظ شكلهن بتكرار ملايين الصور. انا اللي جاي اركز على التليفون، اوكي، انا حافظ شكلهن بتكرار ملايين الصور. فجبت التليفون، جبت ورق، صار اعدل عليه، صار اعدل عليه، صار اعدل عليه لحد ما توصل نتيجه مرضيه. لما توصل نتيجه مرضيه، هذه الصوره ما هي افضل خلفيه تناسبها، اروح اباوع الصور اللي انا شفتهن تشبه ذني الالوان مال هذا التليفون من الورق، اشوف يا هو انسب شيء كان لهن، اجيب هاي الخلفيه همين احللها، شنو هي الخلفيه مثلا بيها ورق بيها مدري شنو هو، واقعد اضيف واحد ورا الاخ واحد ورا الاخ لحد ما تطلع صوره وانطيها. هاي طريقه الانشاء مالته. الفيديوهات هي حال الصور، لان كلها تعرف ان الفيديوهات هي عباره عن ملايين الصور او الاف الصور، عباره عن فريمات، فلذلك انا هم قاعد انشئ صوره بصوره، بعدين اسوي بيناتهم تسلسل، بعدين احاول اربطهم الصور واطلعهم هيك، يعني هو عباره عن ذاكره فقط، ذاكره ثم ذاكره ثم ذاكره ثم ذاكره. يعني الذكاء الصناعي مو معقد نفس اللي انت قاعد تتخيله، هو عباره عن شيء يعرض عليه اشياء، يحفظ هذني الاشياء، لما تطلب من عنده شيء يرجع هذني الاشياء يسوي لك اللي انت تريده. فهاي فكرة الذكاء الاصطناعي باختصار، انه يعتمد على الذاكرة اكثر شيء، لكن مو نفس عقل الانسان، لان عقل الانسان هو اللي صنعه، فلذلك طبعا عقل الانسان اكبر وعقل الانسان افضل. لكن اوكي، الذكاء الاصطناعي حاليا ممكن يستعمل لاشياء غلط وممكن يستعمل لاشياء صح، نفس ما كل شيء موجود بهاي الحياة، كل شيء موجود بهاي الحياة عنده استعمالين، او من الاساس كل شيء موجود بهاي الحياة الى جانبين، جانب سيء وجانب جيد. الفرق هنا يجي على الانسان اللي يختار يروح للجانب الجيد، والانسان اللي يختار يروح للجانب السيء. فالذكاء الاصطناعي نفس هاي الحالة، الذكاء الاصطناعي تقدر يخدمك بمواضيع سيئة، يقدر يخدمك بمواضيع جيدة، فانت اللي تحدد مصيرك، او انت اللي تحدد مصير الذكاء الاصطناعي. ولا تنسى ان الذكاء الاصطناعي يتعلم من عندك هماتين، يعني النسخة الموجودة يمك هو عبارة عن إنشاء أجوبة على حسب اللي أنت تريده. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي بما أنه هو مار على كل شيء، يعني شكو سؤال تطرحه، شكو نبرة أنت قاعد تطرحها بالشي يسمونه بالكتابة مالتك، هي مارة عليه، لأن هو كل شيء موجود هو ماخذ نظرة عليه، هو عنده ذاكرة، هو الذاكرة مالته مو نفس الذاكرة مالتنا، يحفظون المكان، وهذا المكان بأي وقت عنده القدرة أنه يرجع له بأي لحظة. اوكي، على طار الذاكرة، المقطع اللي يجي على الذاكرة، تريد تخلي الذاكرة مالتك نفس الذكاء الاصطناعي، باوع المقطع الثاني. اوكي، يلا باي، وصلنا لنهاية المقطع. اذا تحبون هيك افكار ما عندي مشكلة، بالعكس تعجبني وما تعبني ابد. يلا باي، وصلنا لنهاية المقطع. اشرب مي هواية، مي مفيد ترى، وباي.